احنا ممكن نرجع في الشهر الواحد من 60 ل 80 موبايل. اي حد يتسرق منه موبايل ايفون يروح يعمل ريموف او ديليت للاي كلاود في وقتها. يعني اغرب المواقف اللي حصلت وانت بتستلم تليفون؟ يعني في مواقف غريبه جدا، فانا مش هعرف اقول لك التفاصيل بصراحه. نكلم شخص يبين ان هو محترم وبعد ما نروح نلاقيه مثلا تاجر مخدرات. مش بندفعك حاجه، بندفعك بعد الاتعاب بعد رجوع الموبايل. في ناس كتير فاكره ان لا الموبايل كده مش هيرجع، ان انا اللي بيروح ما بيرجعش. لا بالعكس، احنا اسباب، اسعى وربنا هيكرم يعني. انتم دلوقتي بتسمعوا بودكاست النفسية محتاجة مع أحمد النجار. اهلا بيكم في حلقه جديده. حلقتنا مختلفه دايما في النفسيه محتاجه، زي ما قلنا لكم دايما ان حلقاتنا تبقى مختلفه. فكره ببساطه ان تليفونك اتسرق او تليفونك ضاع منك، هل ممكن يرجع في 3 ايام، في 4 ايام، في شهر، في سنه؟ المهم انه يرجع يعني. وهل هيرجع بنفس الكواليتي اللي ضاع منك بيه؟ يعني من غير ما يتكسر، من غير ما يبوظ، من غير ما يتشرخ، من غير ما الداتا بتاعته تتسرق او اي حاجه؟ في طريقه لده. عشان كده معانا النهارده استاذ احمد طارق هيكلمنا تحديدا ازاي استرجاع الموبايلات في 2026 عن طريق الشركه بتاعته. اهلا بيك استاذ احمد. اهلا بيك يا استاذ احمد. ببساطه شديده جدا، تمام. تليفوني ضاع او تليفوني اتسرق، انتوا مين وبتعملوا ايه وازاي بترجعوا التليفونات؟ تمام، انا احمد طارق، مدير مكتب العدل للمحاماه والاستشارات القانونيه. تمام كده. تمام. انت عايز تعرف مني احنا ازاي نقدر نرجع موبايل، او انت لو موبايلك اتسرق منك فنقدر نساعدك بايه، صح كده؟ انتوا دلوقتي بتعملوا ده، يعني انتوا طبعا احنا ده تخصصنا اصلا، احنا مكتب محاماه، بس يمكن احنا واخدين ده تخصص شويه. تمام كده. تمام. بس هو عشان تخصص مش مشهور شويه، فانت بس انت ربنا بيحطك في الحته اللي انت شاطر فيها، يعني فاهم قصدي؟ فاحنا ربنا حطينا في الحته دي. احنا كمكتب الحمد لله يعني محققين نجاح كبير جدا في استرجاع الموبايلات. حلو. يعني انا ممكن اقول لك احنا ممكن نرجع في الشهر الواحد من 60 ل 80 موبايل. 80 موبايل ما شاء الله. الحمد لله يعني. طيب انا دلوقتي تليفوني اتسرق، ايه اول حاجه المفروض اعملها؟ اول حاجه بتتوجه لاسم الشرطه. تمام. تعمل محضر اثبات حاله بالواقعه. يعني انت مش بتشتغل لوحدك، انت بتشتغل مع الشرطه برضو في نفس الشغل؟ طبعا. تمام. احنا مكتب محاماه. تمام. فطبيعي نشتغل مع الشرطه. ازاي هقدر ارجع موبايل من غير الشرطه يعني؟ تمام. فاول حاجه خالص انت بتعملها ان انت بتتوجه لاسم الشرطه، تعمل محضر اثبات حاله بالواقعه. تحرر محضر في اسم الشرطه. تمام. بتستنى يوم او 2 أو 3 بالكتير خالص يعني، وتتوجه للنيابه او المحكمه تطلع الصوره الرسميه من المحضر. جميل. انا كمكتب انا بحتاج منك علبه الموبايل، اصل العلبه، بحتاج تعمل توكيل عام قضايا، بحتاج صوره المحضر، بحتاج صوره بطاقه. جميل. انا بقى بقدر اكمل، اقدر اتابع. احنا كمكتب احنا بنتابع الموضوع عشان نقدر نرجع لك موبايلك. في حاجات تانية برضو ممكن تكون حضرتك مش فاهمها او الناس مش فاهماها، اللي هو مثلا طلع استعلام امني ببيانات جهاز مثلا، فاهم كده؟ والجهاز ده اتباع من شخص لشخص ووصل مثلا محافظه بعيده شويه، لو بس الصعيد، موبايل وصل اسكندريه، ايا كان يعني. ففي ناس فاهمه ان الموبايل بيجي لنا لحد عندنا. لا، يعني لو الموبايل بعيد احنا بنسافر له، احنا بنروح عشان نستلم الموبايل، احنا بننزل بنفسنا نستلم الموبايل. جميل. طيب عايز اسالك على المده الزمنيه. خلاص انا يعني تعاقدت مع الشركه عندكم او المكتب المحاماه بتاعكم وقررت ان احنا هترجعوا لي التليفون بتاعي. طبعا بيبقى عليه بيانات مهمه وعليه حاجات مهمه، فانا جاي بقى بستنجد بيك ارجع لي تليفوني والحقني. بص، هل في مده زمنيه معينه بنتفق عليها ولا لا الموضوع على حسب تسير حضرتك على حاجه؟ انا ما اقدرش اقول مده زمنيه معينه. ليه الكلام ده؟ وارد جدا ان اللي اخذ الموبايل ده ما يتصرفش فيه في وقتها. يعني الموبايل عموما مش هيرجع غير لما يتحط فيه شريحه، غير لما حد يستخدمه استخدام طبيعي زي صاحبه ما كان بيستخدمه. تمام. يعني مثلا الحرامي سرق الموبايل منك على الدائري، نتشه، انت نسيته في الميكروباص، انت كنت في المواصلات واتاخد منك، ايا كان يعني الموبايل اتاخد او ايا كانت الواقعه ايه. ماشي. اللي اخذ الموبايل ده مش شرط ممكن يشغله او يستخدمه في نفس اليوم عشان احنا نقول مده زمنيه معينه. يعني في موبايل ممكن يتركن بالشهور. ممكن مثلا حد يشتري موبايل مسروق وهو عارف ان هو مسروق، فعايز يركنه فتره معينه عشان صاحبه ينساه او كلام من ده. ماشي. احنا ما بننساش شغلنا، احنا بنفضل متابعين ممكن لحد وقت كبير جدا يعني. تمام. بس انا عايز اقول لك لو الموبايل نفسه حد استخدمه في فتره قصيره، انا برجعه في فتره قصيره جدا. انت قلت في المقدمه في اول الحلقه ان احنا نقدر نرجع موبايل في اسبوع. ده ممكن يحصل، بس لو الموبايل نفسه اشتغل في اسبوع، لو الموبايل نفسه حد بيستخدمه في نفس الوقت يعني، فاهم قصدي؟ انما الموبايل اتركن فتره معينه، فاحنا بنتابع الفتره دي
وفيما بعديها كمان علشان نقدر نوصل للموبايل. هل في حاجات معينه انا لما اعملها اسهل عليك شغلك؟ يعني مثلا هل نوع التليفون لما يبقى غالي قوي ده يسهل اكتر؟ هقول لحضرتك على حاجه كويسه. احنا هنفصل الموبايلات دي لنوعين، ماشي اندرويد وايفون، ماشي عشان برضو الناس فاهمه الحته دي غلط شويه. ماشي. حلو. الناس فاكره ان الايفون بيرجع اسرع، لا مفيش الكلام ده. مم. الايفون اكبر حمايه. الايفون ماشي، حمايه في كده؟ الداتا مش في السرقه. سيفتي بالنسبه للداتا مم. ان انا لو اشتريت موبايل ايفون مسروق مش عارف افتحه ماشي عشان صاحبه عامل على الموبايل اي كلاود. نبداها بالايفون يعني، تمام. ماشي. فانا من وجهه نظري انا او كمكتبي يعني، اي حد يتسرق منه موبايل ايفون يروح يعمل ريموف او ديليت للاي كلاود في وقتها. ماشي ادي واحد. تمام كده. ماشي. ده بالنسبه للايفون. هنعمل ريموف او ديليت للاي كلاود ليه؟ علشان خاطر يبقى الموبايل من غير حمايه. هتقولي طب والداتا بتاعتي؟ لا، ما هو الموبايل لسه عليه لوك، فكده كده اللي معاه الموبايل او هيشتري الموبايل هيعمل له سوفت وير. مم. تمام. فالداتا بتاعتك هتتمسح، ما تخافش من الداتا ان حد يشوفها يعني. تمام كده. فاحنا نقدر نوصل للموبايل بطريقه اسرع لما حضرتك تعمل ريموف او ديليت للاي كلاود، اللي هو الحمايه بتاعته. يبقى الموبايل من غير حمايه عشان حد يقدر يستخدمه. انما انت رحت عملت لوست للاي كلاود، فكده الموبايل هيتحط في بند ان هو يتباع قطع غيار، فانت ما استفدتش شيء. هو بالعكس الحرامي او اللي اشترى الموبايل هو اللي استفاد بايه؟ ان اخذ الموبايل باعه قطع غيار. ماشي. واحنا مش هنقدر نرجعه طبعا في البند ده، ان الموبايل يدخل تقطيع ويتباع قطع غيار. كده خلاص احنا مش هنقدر نرجع الموبايل. ده مفهوم. تمام ماشي. كده. بالنسبه للاندرويد بقى احنا كده خلاص خلصنا الايفون. ماشي. بالنسبه للاندرويد، اي موبايل اندرويد بتعمله سوفت وير بيتفتح. اي حد بيعمل سوفت وير للاندرويد، فالاندرويد عندنا بيرجع اسرع. ده حاجه تخوف ولا حاجه تطمن؟ بص هقول لك على حاجه. هي بالنسبه للاندرويد هي حاجه تطمن، ان انت موبايلك الاندرويد للسامسونج ان كان غالي او ان كان رخيص او ايا كان، هيروح يتعمل له سوفت وير، او الموبايل الاوبو او الهواوي او ايا كان يروح يتعمل له سوفت وير وهيتفتح. فالحمايه بتاعته خلاص ضعيفه، فانا هقدر اوصل للموبايل ده في وقت قصير جدا. حلو. بس حلو جدا. طيب برضو من ضمن الاسئله اللي عايز اسالها هي فكره خلاص انتوا عرفتوا التليفون فين؟ تمام. ايه المرحله اللي بتحصل بعد كده؟ يعني انت بتروح تستلمه بنفسك ولا بتبعت حد ولا الداخليه كشرطه يعني بص اللي بتروح اقول تستلمه؟ لحضرتك على حاجه. وارد ان انت تلاقي موبايل مع حد محترم، حد اشترى موبايل من محل موبايلات بقى، ايا كان هو محل كويس او محل مش كويس. وارد ان الموبايل يتباع لمحل يعني عموما. فوارد ان الموبايل ده حد يشتريه حد محترم، وارد ان هو يشتريه حد. تمام. فدلوقتي احنا بنتعامل مع كل الفئات. فانت ممكن تلاقي موبايل مع حد كويس جدا تكلمه مكالمه، ما انت الداتا بتاعته معاك، انت جبت استعلام امني من النيابه، فالداتا بتاعت الشخص معاك، فانت بتديله مكالمه محترمه كده في الاول وديه قبل ما تتهمه اتهام مباشر في النيابه. انت بتتكلم الشخص تقول له السلام عليكم. وعليكم السلام، فلان الفلاني. طب الجهاز اللي مع حضرتك مسروق. فهو بيتفاجئ، والله انا شاري الموبايل ده مثلا من المحل الفلاني. طب خلاص احنا ننزل معاك للمحل، نوري له علبه الموبايل، نوري له محضر الشرطه، نثبت له ان الموبايل ده مسروق عشان حضرتك تاخد حقك، كنت دفعت فيه فلوس يعني، واحنا ناخد موبايلنا. ده كده بند، وده كده موقف يعني. وسي بقى ممكن تلاقي الموبايل ده مع حد سيء النيه. فمع احترامي ليك احنا كمكتب يعني، احنا مش عايز اقول لك احنا ممكن نكون قلبنا جامد شويه، فاحنا بننزل للشخص بنفسك؟ بنزل بنفسي وبستعين طبعا بالشرطه. تمام. يعني نزلت بنفسي للشخص ولقيته حد اهله ناس كويسه. ما هو وارد يكون الناس كويسه اهله كلهم وهو معلش طالع فلته كده، فاهمني؟ فبنلجا لاهله، اهله ممكن يحلوا الموضوع. طب الناس كلها مش كويسه، بنلجا للشرطه. طب ده كان هيخليني اسالك على يعني اغرب المواقف اللي حصلت وانت بتستلم تليفون. اكيد في مواقف غريبه. هقول لك على حاجه، يعني في مواقف غريبه جدا، فانا مش هعرف اقول لك تفاصيل بصراحه عشان برضو الناس يعني من بره مثلا. مش هقول لك. يعني احنا ممكن نلاقي موبايل مثلا، نكلم شخص يبين ان هو محترم، وبعد ما نروح نلاقيه مثلا تاجر مخدرات. اوبا. نلاقي نفسنا داخلين مكان اصلا غير مؤهل اصلا ان حد يعيش فيه اساسا. فطبعا احنا مش بنرمي نفسنا في التهلكه، برضه احنا بنبقى عاملين حسابنا على الاقل خالص يعني بلغنا كده. يعني على الاقل خالص بلغنا كده، حضرتك انا فلان الفلاني المحامي، والموضوع بيقول 1 2 3 وموبايل مع فلان الفلاني قدامي او في الشارع الفلاني قدامي. نستعين طبعا بالشرطه يعني. تمام. طيب انا عايز اوصل لكم، ازاي اوصل للمكتب بتاعكم؟ بص عشان اتواصل معاكم دايما، او عشان يبقى لو في حاجه من كده حصلت يبقى انت اقرب حد ليا اتواصل معاك. حبيبي احنا هنقول عنواننا. تمام. احنا عنواننا في ابو زعبل، شارع كوبري المعاهده، عماره الدكتور حسن ابو الخير، الدور الثالث. تمام. مكتب استاذ محمد اشرف المحامي، مكتب العدل للمحاماه.
طيب اسالك بعد كده على الاتعاب بقى، يعني انت كمحامي او مكتب محاماه اكيد ليكم اتعاب زي اي محامي، طبعا. هل غاليه ولا رخيصه ولا ظروفكم ايه؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، يعني مثلا انا كل قضيه او كل شغل ليه اتعابه، صح كده؟ أكيد. فانا مش هعرف اقول لك مثلا انا اتعابي كذا. انا هقول لك اتعابي كذا بناء على ايه، يعني انا هشتغلت لك على ايه فهاخد عليه اتعاب. تمام. فاحنا اتعابنا مبدئيا يعني احنا بناخد اتعابنا بعد رجوع الموبايل. حلو. تمام كده؟ حلو. يعني احنا مش بندفعك حاجه، بندفعك بعد الاتعاب بعد رجوع الموبايل. ماشي. طب الاتعاب ايه؟ الاتعاب بقى على حسب الموبايل نفسه، على حسب الشغل اللي احنا اشتغلناه على الموبايل نفسه. بس انا بتفق معاك على اتعاب. مفيش تليفون زي التاني يعني؟ لا تمام. ما فيش قضيه زي الثانيه، ما هو دي بالنسبه لي قضيه. تمام كده؟ فكل قضيه ليها شغلها وليها تكلفتها. تمام كده؟ بس انا بقدر اقدر يعني حاجه تقريبيه كده، وبقول لحضرتك على الاتعاب، ويبقى في عقد اتفاق بيني وبينك ان انت عارف ان انت ان شاء الله هتدفع ايه بعد ان شاء الله رجوع الموبايل يعني. طيب لو عايز منك مجموعه نصايح بقى عشان يرجع تليفونه باسرع وقت مثلا. بص انا عايز اقول لك يعني الناس بس ما تتكسلش في حته اللي هو انا اللي بيروح ما بيرجعش، لا يضيع حق وراءه مطالب. تمام كده؟ تمام. فانا تليفوني ضاع، انا هخسر ايه ان انا اروح اعمل محضر اثبات حاله بالواقع واطلع صوره رسميه من المحضر؟ في ناس كتير فاكره ان لا الموبايل كده مش هيرجع، ان انا اللي بيروح ما بيرجعش. لا بالعكس، احنا اسباب، اسعى وربنا هيكرم يعني. فالحمد لله انا عايز اقول بس ان احنا متميزين في الحته دي، لازم بس تثق فينا وان شاء الله احنا مش هنقصر مع حد باذن الله. وان شاء الله يعني كل الموبايلات باذن الله ان شاء الله يعني اللي عندنا نرجعها باذن الله. استاذ احمد، يعني مبسوطين انك كنت معانا النهارده في الحلقه، للاسف الوقت خلص، وحلقتنا النهارده يعني كانت من الحلقات المميزه. فكره ان يبقى في مكتب بالطريقه دي بيشتغل في الحاجات دي وبيرجع الضايع، دي حاجه مميزه جدا. انا بشكرك، انا شخصيا بشكرك عليه. حبيبي ده شرف ليا والله ان انا متواجد معاكم النهارده يعني. الله يعزك ويرحمك حبيبي يا طيب دي كانت حلقتنا في النفسيه محتاجه، ان شاء الله نشوفك في حلقه جديده من النفسيه محتاجه ايه الحلقه الجايه.